السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب مطبخ اصغر شيف؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده طبعا انا عايزه احضر الغدا وما عنديش غير ربع كيلو لحمه مفرومه. يا ترى هعمل بيه ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل بيه ايه مع بعض. جبت الربع كيلو اللحمه المفرومه، وجبت بصلايه كبيره مبشوره، ومعلقه ملح، وكزبره ناشفه، وفلفل اسود، ومعلقه من البهارات او من الكبابه الصيني. تعالوا كده نشوف هنعمل بيها ايه. هننزل المكونات دي كده على بعض وندعكهم مع بعض كويس قوي. لو لقيت ان البصلايه منزله ميه كتير ممكن اصفيها، او ممكن احط معلقه من البقسماط تشرب السائل اللي في البصله بتاعتي. هنفضل كده ندخل المكونات كلها في بعض. دلوقتي حبايبي انا كورت اللحمه المفرومه بتاعتي كرات كده، ونزلتها في زيت سخن علشان تاخد معايا لون. شايفين بسم الله ما شاء الله ربع كيلو لحمه المفرومه رامي معايا كميه حلوه تكفي 4 افراد اسرتي. شايفين يا جماعه بسم الله ما شاء الله ما فكتش معايا في الزيت. دلوقتي بعد ما حمرت الكفته بتاعتي، هنا عندي ماده دهنيه في الحله، ونزلت عليها ببصلايه متقطعه مكعبات. هشوح البصلايه بتاعتي دي لحد ما تاخد لون. وعليها فصين من الثوم المهروس. شوحي كده مع بعض. هتاخد معايا لون ذهبي كده حلو. وبعدين هنزل عليها بشفشق من الطماطم. هديها بقى شويه توابل، التوابل اللي عندك حطيها، فلفل اسود، كمون، ملح، قرن فلفل، شويه بهارات كده. انا حطيت ملح وفلفل اسود وكمون. وهسيبها بقى تاخد غلوه كده مع بعض. ودلوقتي حبايبي كده بعد ما غليت هنزل عليها بكيلو من الكوسه مقطعاه كده زي ما انتم شايفين. برضو هخليها تاخد غلوه واحده بس، وهفضيها في صينيه زي ما انتم شايفين كده، ورصيت على وشها الكفته بتاعتي. هدخل بيها بقى الفرن. دلوقتي حبايبي كده الكفته اهي خرجت والكوسه استوت. من ربع كيلو لحمه مفرومه عملت وجبه مغذيه جدا وجميله جدا. يا رب الوصفه بتاعت النهارده يا حبايب قلبي تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك، ولو بتشوفونا لاول مره تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. طبعا الكوسه دي او صينيه الكوسه دي هتعملي جنبها رز ابيض، رز بالشعريه، رز حبه وحبه، اللي تحبي تعمليه اعمليه. انا كده مقدمه جنبها رز بالشعريه، وجنبها بقى شويه بتنجان مخلل كده علشان الوجبه تكون كامله معاكي. يا رب الوصفه بتاعت النهارده يا حبايب قلبي تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.